جريمة عائلة كاتو، لغز دوخ اليابان. إلا عندك قلب ضعيف بلا ما تكمل هاد الفيديو هذا. أقل من 18 سنة هاد الفيديو ماشي ديالكم. ندخلوا في الموضوع. اليابان معروفة كواحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم، البلاد اللي الجريمة فيها شبه منعدمة، ولكن داك الإحساس ديال الأمان بعض المرات كيكون غير خداع وصافي، حيت ملي كتوقع شي جريمه في هاد البلاد هادي كتكون غريبه بزاف وماشي عاديه، وفي مجتمع اللي القتل فيه نادر. الحالات القليله اللي كتوقع كتكون ناتجه على دوافع قويه بزاف او على كبت طويل كينفجر في نهار واحد. واليوم غادي نحكي لكم على جريمه صدمات اليابان كلها. قضيه عائله كاتو واحده من ابشع الجرائم اللي بقات بلا تفسير لاكثر من 20 سنه. نهار 3 7 شتنبر 2004 كانت منطقة إيتشي وسط اليابان كتستعد الإعصار قوي بزاف. الولد الصغير شوجو كاتو عنده 8 ديال السنوات، فرح ملي سمع المدرسة قررت تسالي الدروس ديالها بكري وترسل التلاميذ لديورها. وبالنسبة ليه هذه كانت هدية قبل عيد الميلاد ديالو، حيت كان غادي يكون بعد يومين عيد الميلاد ديالو. وهو راجع شاف شي حاجة غريبة بزاف في الحيط ديال الدار ديالهم. شاف واحد الخط وردي ديال الصباغه مرسوم عمودي على الزاويه ديال السور. خاف واحد شويه ولكن قال في راسو ما فيها والو، حيد ودخل يجري للدار. ما كانش عارف ان داك النهار غادي يكون اخر نهار في حياته. العائله كانت مكونه من الاب هيريتو والام توشيو، الولد الكبير يوكي، الاخت رينا، والولد الصغير شوجو، ومعاهم واحد الكليب ديالهم في الدار سميتو جاكي. العائله ديال كاتو ما كان عندها حتى شي مشكل وكانت هادئه، لكن في الشهور اللي قبل بدات كتوقع شي حوايج غريبه بزاف في الدار. تهرست لهم السياره بدون سبب، واحد حاول يفتح الباب في الليل ولكن ما لقى كيف يدير. الجيران ديال عائله كاتو شافوا شي رجال كيدوروا تما في الزنقه مشبوهين. العائله شرات واحد الكلب للحراسه، ولكن ما كانوش عارفين ان الخطر جاي من الداخل. 8 شتنبر في الليل كان توشيو والاولاد كيتفرجوا في التلفازه، والاب هيريتو كان خدام بالليل. مع 11 اتصل بمراته وقال لها تخلي له الساروت في المكان المعتاد، حيت كان عندهم واحد المكان كيخبوا فيه الساروت بعضياتهم. كانت مكالمه عاديه ولكنها اخر مره غادي يسمع الصوت ديال مرته. وهنا فين غتبدا القصه. مع 4 ديال الصباح الجيران سمعوا الغوات، ومن بعد غير شويه الجيران بداو كيشموا الريحه ديال الدخان. الدار كتحرق، الدار شعلت فيها العافيه ديال عائله كاتو. الجيران عيطوا للبوليس وعيطوا للاطفاء. جاو صحاب الاطفائيين طفاو النار، ولكن في الداخل ديال الدار كان الجحيم. لقاو 4 جثات كل وحده في بلاصه مختلفه. في الطابق الاولى لقاو شوجو محروق بزاف، تحقيقات بينات انه تضرب بآلة حديديه في الراس ديالو ومات من نزيف داخلي. وفي الطابق الثاني لقاو يوكو وتوشيو ورينا كلهم مضروبين ومطعونين بطريقه عنيفه بزاف. توشيو طعنات اكثر من 12 مره، ورينا طعنات اكثر من 10 المرات، كلهم مغطين بمانطات من بعد القتل. هاد التفاصيل خلت البوليس ما فهموا والو. علاش غطاهم القاتل؟ واش كان كيعرفهم؟ واش ندم مع الحال؟ الحريق شعل ب3 البلايص في نفس الوقت واستعمل فيه كيروزين صناعي نادر. هادشي يبين ان القاتل كان محضر ومحنك مزيان. والاغرب من هادشي كامل التحليل بين لان الضحايا مازال كانوا كيتنفسوا ملي شعلت العافيه في الدار ديالهم، يعني تحرقوا وهما باقين على قيد الحياه. الكلب جاكي كان مخبي تحت السياره مرعوب وخايف وما نبح ما والو نهائيا. هذا الشيء زاد الغموض، يا اما القاتل شخص كيعرف الكلب يا اما الكلب خاف منه. الشرطه في الاول شكت في الاب هيريتو حيت هو الناجي الوحيد في هذه العائله هذه، والهدوء ديالو زاد الشكوك اكثر. ما بكى، ما بان عليه حزن، ما دار حتى شي ردة فعل. لكن الشرطه برأت الاب، الكاميرا سجلاته في الخدمه والبصمات ديالو ما كانش في مكان الجريمه. مع ذلك اكتشفوا انه كان غارق في الديون ومراته كانت باغيه تطلق منه. هذا الشيء اللي خلى البوليس يفكر ان الجريمه ممكن تكون انتقاميه. ومن بعد طلع واحد الاحتمال اخر عن الشرطه. هيريتو كان خدام في شركه بناء، وهذه الشركه عندها علاقه بالياكوزا، المافيا ديال اليابان. يمكن كان عارف شي سر كبير ورفض يتعاون معاهم، وهذا الشيء علاش خلاهم ينتقموا في العائله ديالو. التحقيقات لقات واحد الكاس ديال الاتاي فيه النص في المطبخ ومازال سخون، يعني القاتل جلس معاهم قبل ما يقتلهم. ومن هذا التاريخ هذا حتى 2006 الشرطه توصلت بواحد الورقه مجهوله مكتوب فيها انا اللي قتلت عائله كاتو، انا اللي صفيتها ليهم، كان خاصهم يموتوا حيت خانوني بزاف. لكن الشرطه ما لقات فيها لا بصمات لا عنوان لا حتى شي حاجه، والتحقيقات قالت ربما يكون مجرد شخص كيكذب وصافي. ومن 2006 حتى 2012
واحد الصحفي دار بحث من جديد وقال أن الجريمة ممكن تكون مرتبطة بديون أو بمشاريع بناء فيها فساد، ولكن حتى هو ما قدرش يقدم دليل حقيقي. وفي الأخير القضية بقات بلا حل. الدار اللي كانت مسرح الجريمة تهدمات ودابا بلاصتها باركينغ ديال السيارات. الناس كيجيو كل عام يديروا الزهور في هاد الدار هادي، في هاد المكان هادي، وكيترحموا على الأرواح اللي ماتوا في ظروف غامضة. أما الكلب جاكي باقي عايش مع عمو ديال شوشو، ولكن كل ما كيشم ريحة محروقة كيترعش من الخوف، بحال إلا باقي كيتذكر داك الليلة المظلمة. وفي نهاية القصة جريمة بلا دافع، بلا بصمات، بلا قاتل معروف، ولكن كتبقى تذكير. حتى في بلاد الأمان كاين داك الجانب المظلم اللي كيخرج غير في نهار واحد وكيخلي أثر للأبد.